إذا حضرتك من طبقة العوام وجاي علينا نحن طبقة المهندسين الراقية، يعني جاي أمزح أمزح طول بالك، خلاص لا اطلع نعيد من البداية. انت بتتحداني يا بني ادم انت؟ انا مش بني ادم، انا مهندس. إذا حضرتك جاي تسأل مين المهندس الغبي اللي مصمم هذا الجسر على جنب النهر بدل ما يصممه فوق النهر، فمن جهة معاك حق، ومن جهة أخرى ما راح يظل معاك حق بعد ما تعرف القصة وراء هذا الجسر. الجسر اسمه جسر شولوتيكا في الهندوراس، وتم افتتاحه عام 1998. جسر نظامي فوق النهر يوصل للضفة بالضفة المقابلة، لكن تشاء الأقدار أنه يضرب الهندوراس إعصار متش في نفس السنة، ويتسبب بأضرار بالغة للبنية التحتية في الهندوراس، ويقوم بتدمير العديد من الجسور في البلاد. لكن جسر شولوتيكا نجا من هذا الإعصار، بس اللي ما نجا هو مجرى النهر القديم اللي تغير بسبب الإعصار، وبدل ما يمر من تحت الجسر صار يمر من بعد الجسر. وطمن عزيزي